السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض طريقة عمل المربى بالبلح. هتعجبكم جدا جدا. عايزه اقول لكم كانت طعمها خرافة. امشوا معايا بقى خطوة بخطوة كده واعملوها على نفس الطريقة. هتطلع معاكم كويسة جدا وهتعجبكم. تعملوها لولادكم في البيت احسن بكثير من انكم تجيبوها من بره. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا بقى ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكمان ما ننساش بقى نحط اللايك ونرفع الفيديو. فعلا الفيديو يستاهل ان هو يعني 1000 لايك. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة منكم كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا البلح بتاعي الاصفر جميل ده. طبعا انا قشرته كله زي ما انتوا شايفين. غسلته كويس الاول وبعد كده قشرته كله زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مش هسيب القشر بتاعه ده طبعا ارميه، لا طبعا، لان كل نسبة الغذاء في القشر بتاع البلح، فان انا ارميه يبقى انا كده رميت نسبة الغذاء والفوائد اللي فيه كلها. طيب هنعمل فيه ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. انا قشرته كله وركنته على جنب، وادي البلح كمان اهو بعد ما اتقشر زي ما انتوا شايفين اهو. هبتدي بقى ان انا افتحه واطلع من جواه النوى بتاعه اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اطلع منه كل واحدة فيهم النوايا بتاعتها كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله كانت في منتهى الروعه، وقررت ان انا هعملها في البيت كده على طول ان شاء الله. كنت عملت معاكم قبل كده مربة الفراولة، كانت طلعت برضو في منتهى الجمال وعجبتهم جدا جدا برضو، واستحبيت ان انا برضو اعملها في البيت احسن كتير من ان انا اجيبها من بره وما اعرفش مصدرها ايه. وكنت الفترة اللي فاتت دي كنت بجيب على طول المربى من بره طبعا علشان خاطر المدارس وكده. بس قررت ان انا ايه، هبتدي بقى ان انا اعمل المربى في البيت بكل انواعها زي ما يحبوها. لو بيحبوها باي نكهة تانية غير الفراولة هعملها زي مثلا البلح اهو. هعمله. وعايزة اقول لكم ما كنتش متخيلة النتيجة بتاعته كانت في منتهى الروعة. يا رب الفيديو يعجبكم واكون بفيدكم ولو معلومة واحدة، واكون خفيفة على قلوبكم كده وتستفادوا مني. بصوا انا خلاص كده طلعت النوى منه كله. عندي بقى هنا حلتين زي ما انتوا شايفين اهو. حلة هحط فيها القشر بتاع البلح، وحلة هحط فيها البلح اللي انا طلعت منه النوى كله اهو. هبتدي بقى ان انا اضيف هنا القشر بتاع لا عفوا البلح نفسه في الحلة اهو زي ما احنا شايفين. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو بقى ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد، وتشيروا الفيديو على يعني اكبر حد. ابتديت بقى ان انا انزل عليه بالمية السخنة، كنت غليها في الكتل. وهطلع بقى ايه بيه على النار على طول. على نار اول ما يغلي نسيبه بقى على نار هادية براحته. وهنا بقى هنبتدي نجيب الحلة التانية، وابتدي انزل بالقشر بتاع البلح عندي اهو. طبعا احنا غاسلين البلح كويس جدا، مش محتاج ان هو يتغسل تاني القشر، بس انا حبيت ان انا احتفظ بيه، ما حبيتش ان انا ارميه، لان زي ما قلت لكم فيه الفوائد كلها. برضو هنزل بالمية السخنة عليه كده، بيديني الغذاء والفيتامين بتاع قشرة البلح كله، وبيديني كمان اللون الجميل بتاعه الاصفر. هتشوفوه معايا بعد ما يغلي خالص ويستوي. انا هحطه على النار، مش هسيبه طبعا لحد ما اخر نفس فيه.
ان هو يعني ينزل كل حاجة. اطلع بيهم بقى على النار زي ما احنا شايفين كده. حطيت ده على نار، ده على عين وده على عين. عايزه اقول لكم بقى هنا محضره معايا السكر اللي هنضيفه عليهم، على البلح. البلح طبعا معايا غلي اهو. بصوا الميه بتاعته نزلت خالص ازاي، نص بالنص تقريبا. هبتدي بقى ان انا دوت القشر هحط عليه برضو نسبه من السكر، وبقيه السكر هضيفه على البلح. لو معايا كيلو من البلح هحط عليه نص كيلو من السكر. لو معايا نص كيلو من البلح هحط عليه نص الكمية بالظبط، عشان خاطر لو انت اول مرة تعمليه تبقى عارفة الكمية ازاي. تمام. هنا بقى كان معايا غلي. بصوا بقى المية اللي نازلة من قشر ال البلح، يعني بذمكم دي كانت تترمي ازاي بقى. يعني عايزه اقول لكم بصوا ادتني اللون والفوائد والغذاء كله. بصوا المنظر. هبتدي بقى دي بعد ما غلت خلاص كده وادتني بقى اللي انا عايزاه كله. هبتدي ان انا اضيفها على البلح بتاعي. بصوا البلح فاتح ازاي. بصوا بقى لما تنزل عليه ميه القشر بتاع البلح، بصوا غير لونه خالص. ولسه كمان كل ما هتغلي هبتدي بقى ان انا اضيف هنا السكر اللي ما ضفتهوش لسه، ضفت على القشر. ولما غلي بقى وصفيته نزلته، وهسيبها بقى مع نفسها كده تغلي لما توصل للمرحله الجميله ديت. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها تحفه. وهم كمان وحبيت ان انا اضيف نكهه الفانيليا معايا. لو انت حابه تضيفي اي نكهه تانية مفيش مشكله. بصوا يعني بسيط خالص خالص، يا دوبك تدي ريحه بس كده. طبعا احسن من اللي هجيبها من بره 1000 مره. فكروا كويس جدا. ربنا يعافينا يا رب. يعني الواحد يعمل الحاجه في البيت احسن ما يجيبها من بره واحنا مش عارفين ايه مصدرها. شوفي الحاجه لما تكون معموله في البيت شكلها عامل ازاي، ولما تكون جايبينها من بره الله اعلم ايه اللي بيبقى فيها. انا بستحب الفانيليا السايله دي يا جماعه، اللي حابب يسال. الفانيليا السايله بالنسبه لي احسن كتير من اللي هي البواكي دي، وفي ناس كتير بتحب انها تستخدمها، فدي حاجه بترجع لك انت. خلصتها وهنا بقى فضيتها في طبق التقديم عندي. بصوا الجمال. وبعد كده بقى ان انا هبتدي احطها في البطرمان واقفلها كويس واحطها في التلاجة. هتقعد معاكي فترة كبيرة جدا. هتعجب اولادك، هتعمل لهم فطار عشاء في المدرسة. بصوا يعني عايزه اقول لكم هتفيدكم في حاجات كتير قوي 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 قوي. النهارده بقى الفيديو بتاعي خلص. هسيبكم بقى في رعاية الله، واجيلكم فيديوهات تانية كتير. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم واكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجمل متابعين في الدنيا.